اهلا بيكم. النهارده بقى هنخلي البسارية زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله زي المربى مش بسارية. انا جالي كيلو من البسارية. هي البسارية بيكون شكلها كده، مش بتكون كلها قد بعضها. جبتها وغسلتها تحت مية كتير قوي، وبعدين صفيتها شوية ورصيتها بالطريقة دي. حجم البسارية بيكون كده، مش بتكبر اكبر من كده. وبعدين هسيبها حوالي 3 4 ساعات لحد لما تنشف خالص. شايفين عاملة ازاي؟ هنا بعد حوالي 4 5 ساعات كده جبتها ونشفتها. لازم تنشفي المية منها تماما، لازم تكون جافة تماما، ما يكونش فيها نقطة مية عشان ما تبوظلكيش الدنيا. انا هنا معايا 3 معالق من الملح، مع نص معلقة كبيرة من من الشطة، معلقة كبيرة من البابريكا. لازم تكون بابريكا نوعها جيد او كويسة. نص معلقة من الكركم، والكركم اختياري لكن البابريكا مش اختياري. هنقلبهم بقى كويس قوي مع بعض كده، وهنبتدي نجيب علبة. هنحط هنا طبقة من الملح اللي احنا عملناه، وهبتدي ارص عليه البسارية. هنا هرص السمك بالطريقة دي، صف عكس التاني. هنا هرص الصف التاني بالعكس، يعني لو هحط الراس فوق الصف التاني، لا هعكس، هحط الديل فوق والراس هي اللي تحت زي ما انتوا شايفين كده. هكمل بقى الكمية بالطريقة دي، وبعدين هحط الطبقة التانية ملح. هرش الملح بالطريقة دي كده، هتبقى طبقة سمك وطبقة ملح. هخلص الكمية بنفس الطريقة. انا كده كملت الكمية كلها بنفس الطريقة كده. خلاص كده وصلنا للاخر. هحط بقى معلقتين بس من الملح، ما تكتريش ملح عشان ما تبقاش حادقة منك. انا حطيت بس كده، غطيت الملح، غطيت الوش كله بالملح. هحط بقى نص كوباية من الزيت. لو هتستخدمي برطمان فتستخدمي كمية زيت اقل. بعد كده هنقفلها كويس قوي بقى. عندك بقى شنطة، عندك اي حاجة، حبيتي تحطي ليمون ماشي مفيش مشكلة، دي حاجة اختيارية برضو. هقفلها كويس بالبلاستيك بقى. هتقفلي كويس قوي اي حاجة زي ما انتي عايزة، وهتحطيها في دولاب المطبخ حوالي اسبوع. عايزة تزودي عن اسبوع مفيش مشكلة. هي كده جاهزة بقى على انك تسيبيها اسبوع، وهنشوفها بعد اسبوع شكلها هيكون عامل ازاي. هي كده بعد حوالي اسبوع ما شاء الله جميلة قوي. شايفين بقى عاملة ازاي؟ هنفتح عليها كده، والله دي مربى، يعني انا سميتها مربى، دي مش بسارية ابدا. شايفين الجمال؟ ما شاء الله. وريحتها بقى تحفة، احلى بكتير من اللي بنشتريها جاهزة. شايفين عاملة ازاي؟ لا دي مربى بجد، طرية وجميلة ومستوية، وكمان الملح بتاعها مظبوط قوي. شايفين؟ ما شاء الله ما شاء الله، جميلة خالص. شايفين شكلها عامل ازاي؟ لو عجبتكم بقى الوصفة ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير.